صوت في الأرض وصداه في السماء. لبيك اللهم لبيك، داع في الأرض ومجيب في السماء. لبيك اللهم لبيك، دعاء يصل الأرض بالسماء، ترفعه ألسنة العابدين وتستقبله رحمة إله العالمين. لبيك في يوم عرفات، لبيك في يوم العتق، لبيك في يوم المباهاة، لبيك لبيك يا مالك الملكوت، لبيك لبيك، دعاء يقهر الطاغوت، لبيك. أيها الإخوة المؤمنون، في شرق الأرض وغربها، في شمالها وجنوبها، هذه أرض عرفات تضم اليوم ضيوف الرحمن في موكب إيماني عظيم، تزفها رحمات السماء وتشعشع بين جنباتها أنوار الإيمان، ويكسوها فرح الموقف العظيم في يوم المباهاة الأعظم. وقد آنس كل منهم أن الرحمة قد آوته في رحابها. أيها الإخوة المؤمنون، إن لذة الشعور بالفوز في هذا الموقف المبارك لا تعدلها لذة ترسم على الوجوه بسمة تنبئ أن السماء قد شملتهم بغفرانها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلوب تلتف حول هذا الجبل كلها تقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي جلال تعيشه عرفات في هذا اليوم المشهود، وأي خشوع أيها الإخوة يسكن الجوارح وهي في رحاب رب معبود، وأي رحمة هذه التي تتجلى في هذه السماء وهي للعابدين هدف مقصود. أي رحمة أيها الإخوة هذه التي جمعت الألوف المؤلفة، وأي نفوس هي التي لبت، وأي رحاب عظيمة هذه التي لمت. إنه الجلال الذي لا يدانيه جلال، والعظمة التي لا تدركها عظمة. لبيك اللهم لبيك، يقولها عبيدك في هذا الموقف وهم يرفعون أيديهم متذللين إليك يا الله.
لبيك اللهم لبيك، يقولونها في هذا الموقف وهم يعترفون بالعبودية لك. لبيك اللهم لبيك، يقولونها ونحن وهم نظهر الخضوع لك، نقولها ونحن نمتثل الخشوع لذاتك يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، دعاء حطم كل كبرياء وقضى على كل حقد وشحناء. لبيك اللهم لبيك، ما أروعها من كلمات تتسامى في هذه الأرض المقدسة، في أرض عرفات، وفي هذه الرحاب، وفي كل الرحاب حول مكة المكرمة، أرض المشاعر المقدسة. هذه الأرض المقدسة التي لا محل للشعارات فيها ولا الأحزاب ولا الطائفية، فهي أرض الموحدين وملتقى الملبين الذين تهاوت قلوبهم من كل فج عميق يريدون وجه الله والدار الآخرة، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذه الرحاب أيها الإخوة، هذه الرحاب ولا سواها، وهذه الأرض المقدسة وما حولها هي لمن شاء منكم أن يستقيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه لحظات من لحظات الدعاء ومن لحظات الإجابة ومن لحظات التجلي الأعظم التي يتكرم فيها الله على عبيده ويشهد ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ولا